هو انا حرام لما اقفل حدودي قدام اي مشكله جايه لي؟ طب ما في مشاكل من ناحيه الجنوب مع السودان والضرب والتناحر على السلطه هناك. افتح انا بقى حلايب وشلاتين واقول اهلا وسهلا بكم، يلا خشوا من غير ترتيبات امنيه ولا اي اجراءات. يلا استلموا، يلا خدوا حلايب وخدوا شلاتين وخدوا اسوان وخدوا الاقصر، خدوا النوبه، خدوا الاراضي دي كلها. ينفع ساعتها انا اعمل كده؟ طيب النقطه الثالثه، فتحنا المعبر ودخلوا اخواتنا الفلسطينيين لاراضي سيناء، وزي ما هم هيخشوا في فصائل هتدخل، ودخل وراهم الكيان ضرب برضه. ايه يا عم بتضرب ليه؟ بضرب، انا بدافع عن امن القومي برضه. انا في فصائل مسلحه دخلت عندكم وبتوجه للضرب من عندكم. مين في حضراتكم هيقف مع مصر ساعتها؟ ما هو الضرب اتنقل من القطاع لاراضي مصريه، مين اللي هيقف؟ يبقى مطلوب مصر تخش حرب مش حربها، ولو دي حربها يبقى حرب الامه العربيه كلها، يبقى حرب الشرق الاوسط كله. لكن علشان حضراتكم بتتكلموا وتقولوا احنا جزء من الحصار واحنا اللي قافلين المعابر، هو معبر واحد، والمعبر ده كان بتدخل منه المساعدات الانسانيه كامله، وكانوا بيخرجوا للعلاج. ولما كانوا الامور هادئه قبل الحركه العسكريه اللي قاموا بيها، كان المعبر مفتوح لهم اهلا وسهلا بيكم، خروج ورجوع.